بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معنا الطالب أحمد السقلاب، طالب بكلية الإعلام والاتصال جامعة الجزائر 3. سجل بالجامعة سنة أولى ونجح، وسجل السنة الثانية ولكنه توقف عن الدراسة بسبب أحداث غرداية ومعاناة ثم أهلنا هناك. المهم أنه هذا العام رجع للدراسة وتم قبول العذر تاعو واستأنف الدراسة، لكن تفاجأ لاحقا بأنه موقوف عن الدراسة بسبب ضياع ملف تاعو. أخي أحمد سقلاب، ممكن تحكي لنا كيفاه حتى قبل التسجيل تاعك ومن بعد يقول لك ضاع الملف والإجراءات اللي درتها وكيفاه درت بعد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم إخواني على هذا الاهتمام. أنا طالب جامعي بجامعة الجزائر 3 صحافة. كنت أدرس في الجامعة في السنة الدراسية 2010-2011. قريت السنة الأولى جامعي، بعدها بفضل الله انتقلت إلى السنة الثانية جامعي، سنة دراسية 2011-2012. عندي شهادة مدرسية تثبت ذلك. شهادة مدرسية سنة دراسية 2011-2012. كنت السنة الثانية بخاتم عميد الكلية. رجعت إلى الجامعة وقابلت رئيسة القسم. حكيت لها الوضع تاعي، يعني الوضع اللي كان في بلدي غرداية. فتمت قبولي في الجامعة وقالت لي تستطيع أنك تزاول الدراسة وتدخل تقرأ. انت قبل ان تتوقف، يعني بعد ما سجلت السنه الثانيه، ديت توقيف الدراسه يعني بشكل قانوني، يعني كما نقولوا هنا بلوك للعام. يعني شوف، انا قدمت طلب للاداره السنه الثانيه، طابق ثاني، قدمت لهم طلب تجميد السنه. تم رفض ذلك الطلب وقالوا لي الرفض يكون عائلي او طبي. قالوا لي حتى العائلي يعني سحبوه، لازم يكون طبي فقط. عندك القانون يسمح لك انك توقف تجمد السنه. رفضوا الطالب ذلك، ولكن الطالب يعني ما فيهش اشكال لانه تم قبولي بعدها وقبلتني رئيسة القسم. المشكله هي اخي، تكمن المشكله وين؟ انا درست، دخلت سجلت عادي، اعطوني يعني هذه الموندا، سجلت ودفعت كشف النقاط، شهادة النجاح السنة الأولى جامعي. المشكل يكمن أني بعد دراسة 15 يوم خرجت من القسم، طلعت للإدارة لكي أستلم شهادة مدرسية سنة ثانية التي بها أدفع ملف المنحة. فتم إيقافي، وقالت لي هذه اللي تشتغل في الإدارة مكلفة يعني بتسجيل طلبة سنة ثانية، قالت لي بأنه ملفك ضاع ولم نجد ملفك، ولازم تطلع الأستاذ زعموم يزيد يكمل لك يعني. طلعت الأستاذ زعموم بهذا الشكوى وقلت له يا شيخ أنا طالب سنة ثانية وسجلت وأنا أدرس في القسم الآن. قلت له يا شيخ ملفي ضاع وش نفعل يعني، وش ندير أنا، وش المطلوب مني الحين؟ قال لي لازم تنزل للأرشيف لتحت، تهبط للأرشيف. أولا يا أخي الكريم، الأستاذ زعموم هذا يعني أولا إنسان كبير في السن، يحتقر الطلبة. طريقة كلامه يا أخي كانت يعني خشنة جدا، خلاني يعني والله العلي العظيم نحس أني أولا كلام سوقي، يعني كلام ليس في مستوى أستاذ أو دكتور في جامعي، يعني مثل ما يقولوا بالفرنسية أغريسيف بزاف. هذا الرجل هذا يشتكوا منه كل الطلبة والإداريين. تعامل معي بخشونة وقال لي بالحرف الواحد. قلت له يا شيخ، قلت له كيف يعني في 2014 ما عندكمش نظام يحفظ الملفات، نظام أرشيف هذا؟ قلت له هذا راه في القرون الوسطى، هذا رانا في 2014 يعني نظام معلوماتي، الدنيا تطورت. فقال لي، فخبط على ظهري وقال لي يعني ما تجيش توري لي خدمتي، ماشي انت بص كيما انت، يجي يوري لي خدمتي. قلت له بارك الله فيك جزاك الله خير. قلت له وش هو المطلوب مني انا الان؟ قال لي روح تنزل للجامعه لتحت تحوس في الارشيف. اولا يا اخوان هذا مش عملي، انا ماهيش خدمتي اني نحوس في الارشيف.
ثانيا لو كانت دولة قانون، يعني كيف طالب عادي يدخل للارشيف يرفد ملفات الناس ويبحث فيهم ويفتح لهم؟ هذه امور شخصيه. كيف انا والله يا اخي كنت نفتح ملفات الناس ونقرا نشوف ملفاتهم وكذا ونفتح عادي بكل بساطه، وكانه دوله سايبه ما فيها لا قانون ولا شيء. تدخل اولا اخي الكريم، هل وريني قانون يقول باني انايا ندخل للارشيف، يسمح لي القانون؟ هل يسمح لي القانون انايا ندخل للارشيف ونبحث في ملفات الطلبه؟ وقلت معليش عادي، الناس ما حبتش تخدم خدمتها، انا نخدم في بلاصتهم لاجل مستقبلي ولاجل يعني نكمل دراستي ونتهنى يعني. بحثت لمده 3 أيام وانا نبحث في الارشيف تاع الجامعه القديمه هذه LTFC، جامعه الاعلام والاتصال والعلوم السياسيه والعلاقات الدوليه القديمه اللي تحت. بحثت في الارشيف بشهاده الاداريات اللي تحت، ما وجدتش الملف تاعي. رجعت له، يعني لما رجعت له مجرد ما شافني يعني عاملني بطريقه غريبه جدا. قال لهم هذا هو الطالب. قال لي واش انت مازال ما تروحش؟ قلت له يا شيخ هذا الملف ماذا يقصد يعني مازال ما تروحش؟ يعني مازال وكانه يقول لي مازال ما قطعتش الياس، يعني ما تروحش لداركم خلاص انت ما لقيناش ملفك، يعني روح تلعب على روحك، رحت ما على باليش روح بيع البطاطا ولا. وكانه الملف هذا ما ادري انا كيف جبته، يعني شهاده الباك، وكاني ما سهرت على هالليالي ويعني ما عرقتش كي جبتها انا. قلت له يا شيخ هذا ملفي، يعني بين لي الضوء، يعني اعطيني كيما نقولوا اعطيني طريق، وجهني وين نروح. وكما سمعوا كل الجزائريين الملف الفيديوهات اللي نزلتهم على الانترنت وعلى اليوتيوب، كل الاداريين كانوا يسمعوا فيهم الجزائريين كيف كانوا يقولوا لي روح، ما عندنا ما نديروا لك. يعني هما دركا كي ودروا يضيعوا الملف تاعك، يعني ما حاولوش انهم يلقاو لك حل، وفي نفس الوقت اعتبروه مبرر لاقصائك من الجامعه. مبرر لاقصائي، وحتى وكانهم يقولوا ما عندكش الحق تقرا ولا ما فهمت. وانت قدمت لهم وثيقه بانك كنت طالب جامعي هنا حتى قبل التسجيل، هما ما عطاوكش شهاده التسجيل السنه؟ ما عطاوليش شهاده التسجيل. نعم. لا ما عطاوكش شهاده التسجيل في المره الاولى، يعني من المره الاولى لانهم قالوا لي لازم نبحثوا على ملفك حتى نجد ملفك باش نخرجوا لك شهاده التسجيل، ملفك البيداغوجي، الشهاده تاع الباك تاعك، وليرو الفيد نوت وشوف النقاط تاع السنه الاولى. قلت لهم عندي نسخه من كل شيء، قلت لهم عندي نسخه من شهاده البكالوريا بالرقم هذه نسخه من شهاده البكالوريا تاعي، فهمت؟ فيها الرقم هنايا، فيها كل شيء، اسمي لقبي. عندي شهاده مدرسيه سنه ثانيه. قلت لهم انتم ديروا طلب للاكاديميه او ما على باليش انايا، تصرفوا تصرف اداري ما بين الاداريين، يعني هذه امور تكون ما بين الاداريين. انتم اللي كنتم تسببتوا في مشكل ضياع ملف، ولست انا من تسببت في المشكل. ويعني اذا قعدت نحوس على الملف تاعي الى متى؟ ونقعد نضيع في قرايتي، يعني الناس راهي تقرا لداخل، الناس راهي تحضر لي تيدي، الناس راهي تحضر لي كور، الناس راهي مشغوله بالدراسه، وانا مشغول بالبحث عن ملفي، مشغول بخطا لم اتسبب فيه انا. يعني هم اخطاوا وانت تدفع الثمن، وانا ندفع الثمن بهذه الصيغه. المشكله يا اخي الكريم اداره سائبه، ما كان لا مراقب ولا شيء. بعد الفيديو اللي صورته وحطيته على الانترنت لكي انقل، خلاص لما قطعت الياس وقلت انا مطرود من الجامعه، ننقل فيديو للناس، نوري لهم يعني الاداره كيف راها سايبه، كيف الناس ما فهمت؟ تقدر توقف، تقدر كيف تم طردك يعني. هذا الفيديو اللي سجلته يوري إداريين يعملوا فيك كيف وانت تسأل عن طريقة تصرف والإجراءات اللي لازم تتبعها باه ترجع لمقاعد الدراسة، وتسجلته يعني بالطريقة تاعك سجلته. المهم كيف كانت ردة فعلهم على التسجيل هذا؟ أخي كريم، أنا لما خلاص كما يقولوا بالعامية الجزائرية قطعت الياس في الالتحاق بالجامعة، ولما خلاص كما نقولوا غلقوا لي كل الأبواب في وجهي، قمت بتسجيل هذا الفيديو كيفية طردي وكيفية يعني أنقل للجزائريين جزائرهم التي لا يعلمونها. هذه هي الجزائر السائبة، يعني كل السائب، يعني أرشيف، تدخل الأرشيف يقول لك لم نجد ملفك. ناس درسوا في التسعينات وفي السبعينات في روسيا وفي فرنسا وفي أمريكا، راحوا وجدوا ملفاتهم، والحل يومنا هذا مازال عندهم. دخلت يعني قلت له أنا ما درست في وقت الأسود والأبيض، قلت له أنا درست هنا برك في 2012، كيف ضاع ملفي هذا؟
فصورت هذه المعاناة هذه وحطيتها على اليوتيوب لأصدقاء والناس هذه والإداريين والمسؤولين يشوفوا هذه المعاناة هذه اللي يعانيها الطالب الجزائري، وعلى كل حال كل الإدارات الجزائرية. فبعد الفيديو سمع عميد الكلية بقضيتي، فاستدعاني عبر منظمة ليجال، فدخلت الاتحاد الطلاب الحر هذا، فدخلت المكتب عنده وحتى هو صورته كيف يعني طردني. قال لي ملفك وجدناه، ها هو ملفك البيداغوجي، قال لي وجدناه، قال لي ولكن قال لي الجامعة ما تدخلش تقرأ، قال لي وسنتابعك قضائيا وستسجن بإذن الله. قال لي قد جندنا الجنود والإداريين كلهم وقفوا قال لي وقفة تضامنية ويد واحدة، قال لي راح نسجنوك لتعاملك بالفيديو مع الإداريين، قال لي ما عندكش الحق أنك تصور. قلت له يا شيخ، قلت له لولا الفيديو هذا ما تلحقك معاناتي هذه أولا، والله ما كانت توصلك معاناتي. قلت له أنا كنت مطرود من الجامعة، قلت له لماذا لم تستشكل يعني ولما طرحت السؤال على الإداريين كيف هذا الطالب هذا يطرد من الجامعة بدون علمي يعني أنا عامل كلية وهذا طالب يطرد من الجامعة بأي حق؟ قلت له أنت باحث عن الحق ولا يعني حزبي، يعني شغل حزبي يعني متعصب لجهة ما؟ قلت له ما تكونش حزبي في هذه المسألة، كون يعني طالب حق، أبحث عن الحق. قلت له أنت هنا جعلت لتخدم الطالب، ما جعلت لتخدم الإداريين. قلت له هنايا جعلت أنت لأجل الطالب ليس لأجل الإداريين. قلت له الإداريين حتى وإن تعديت عليهم تابعني قضائيا ولكن ترجعني نقرأ، بأي حق تطردني؟ بأي حق يعني هم اللي همهم هما أنهم ما تكشفهمش يعني. هذا هو الرسالة اللي حب يوصلها لي. كيف يعني فضحتنا وكيف فضحت إدارتنا السائبة، يعني كيف فضحت إدارتنا الضائعة، فهمت؟ قال لي أنا نوقف مع الإداريين. قلت له أنت هنا شوعت للطالب ولا الإداريين؟ هذا يعني الرسالة اللي حاب نوصلها لجميع الجزائريين. هذا المسؤولين جعلوا للمسؤولين ولأبنائهم ولا جعلوا للشعب الجزائري وللزوالي والفقير؟ هم حاليا رفعوا عليك قضية ولا مازال؟ هو قال لي أن رفعنا عليك قضية، وراك في المحاكم خلاص. هذا هو الكلام اللي قالوا لي. أخي الكريم، أنا المعاناة الثانية اللي حاب ننقلها يعني للجميع الجزائريين والناس، أنا ظلمت لأني من الصحراء الجزائرية، والصحراويين ومعروفين بشيء، معروفين يعني بأنهم ما عندهمش معارف، ما عندهمش وساطة، ناس كما نقولوا يوكلوا ربي ويسكتوا. والله أنا ظلمت ياك لأني من مواليد مدينة غرداية، هذه اللي ظلمت لأجلها. أنا أدري ومتأكد أني ظلمت. لو كنت ربما بالك من أبناء الشمال ولا كنت من أبناء فلان أو فلان، والله ما نظلم ويلقاو ملفي وتعطى كل حقوقي. ولكن معروفين أهل الصحراء عادي، روح أنت من الصحراء ما كاش اللي يقيمك كاع. احنا ظلمنا، احنا ذنبنا ربما في الإدارة الجزائرية أن من مواليد الجنوب الجزائري. لماذا في رأيك يتعاملون مع أبناء الجنوب هكذا؟ يتعاملوا مع أبناء الجنوب لأن جنوبنا عرف بالقلب الواسع، عرفوا بأنهم ناس ما تحول ما تديرش مشاكل، يعني حتى وإن طرد أخذ حقه وكذا. ودليل 25 سنة والنظام ينهب ويأكل في الصحراء الجزائرية، والجنوب الجزائري ما فيش حتى ماء يصلح للشرب، ما فيه لا مرافق لا مستشفيات لا قطاعات ولا أي شيء، والناس ساكتة وعادي، وناس عايشين بالتمر والحليب وعادي، وصحراء وبنيت منها أمريكا وبنيت منها إنجلترا وبنيت منها فرنسا، وغازو يروح حتى لإسرائيل، وعادي تجد ساكت ومسكين عايش حياة بخال فيه ويطرد ويسب ويبزق على وجهه، وتجد عادي مسكين ما يتكلم وكذا. لأنه ليش؟ لأننا احنا أبناء الكرم، أبناء الجود، يعني نريد أن نعيش راحة البال، مثل ما يقولوا الصحراويين أش هنيني نهنيك، يعني ما هايليك معليش غيرتي. 20 جنسية تشتغل، 20 جنسية تشتغل في الجنوب، وأبناء الجنوب ما عندوش وش يأكل، والله ما عندوش يأكل. كاين ناس عائلة في مدينة غرداية نقلت معاناتها على جريدة الخبر، 8 أيام ما كلاوش، 8 أيام حتى اكتشفوا أمرهم الجيران، وجدهم كلهم صرعى طايحين على الأرض، وهو مدينته تسبح فوق الغاز. 8 أيام ما كلاش ومدينته تسبح فوق الغاز. السؤال هنا، من تسبب في هذه المعاناة؟ ليه حتى نوصلوا أنهم يهمشوا أبناء الجنوب؟ أبناء الجنوب يا أخي يعني كما نقولوا هذا السبب الوحيد اللي خلانا يعني نداس على الأقدام، هي السكوت.
السكوت وانعدام الطبقة المثقفة، نشر الجهل في الجنوب. درك نسبة الأمية، يعني أنا ما نتحدثش، أنا الشهادة لا أعترف بها، لا أعترف أنا بالشهادة، لأنه في أميين بشهادة تلقاه ماستر 1 ماستر 2 دكتوراه وجاهل، يعني ما هو مثقف. فهمت؟ تجد أنا وجدت دكتور في الجنوب يعبد القبور، يعني لازال جاهل مسكين، مازال كيما نقولوا عايش حياة بدائية وجاهل، ما يطالب لا بحقوق لا كذا، يعبد النظام ويعبد كذا. وأي واحد عنده يتكلم في جنرالات ويتكلم في النظام هو يعني مخالف للعقيدة اللي تركها الأجداد والعقيدة اللي تركها الآباء. نرجع لموضوعنا أخي الكريم. في موضوع الجامعة الجزائرية نرجع، أشرت إلى نقطة مهمة، أن تلقى الدكتور وربما ماستر وليسانس أنه أمي كما قلت ما عندوش مستوى. عليه وصلت الجامعة الجزائرية لهذا المستوى؟ ومنها نرجع القضية تاعك لمعاملة الأساتذة للطلبة أو العمداء كما نقولوا الإداريين. لا نتكلم عن الأساتذة، نتكلم عن من تقلد المناصب هنا في الجامعة الجزائرية ويعاملوا الطلبة كما قلت لي عاملك العميد. يعني لماذا يعاملون الطلبة هكذا؟ يعني هل تعتقد أنها ممنهجة ولا هكذا هذه طبائع في هذول الإداريين؟ شوف أخي كريم، أولا نروح للأساتذة والدكاترة الجامعيين. والله يا أخي كريم شوف، يعني بصفتي أني مدة 2 سنين في الجامعة اكتشفت أنه العقلية الجزائرية حتى وإن حملت شهادة يعني وطورت في فكرها وكذا، تبقى العقلية الجزائرية. أولا يحسدون الطالب الجزائري على مثلا فطنته أو ذكائه أو قوة اطلاعه للتاريخ والفلسفة والدين والسياسة الخارجية والداخلية التي تسير بها البلاد. يعني إذا اكتشفوك أنك يعني عندك اطلاع واسع وتعرف يعني الميدان وتعرف الشخصيات وتعرف العقليات، خاصة عقلية النظام والسياسيين، يعني خاصة أسئلتك، يعني لما تطرح سؤال في المدرج أو تطرح سؤال في مثل ما يقول ابن القيم رحمه الله، قوة الوارد وضعف حال المحتمل. قوة الوارد وضعف حال المحتمل، يعني لما تطرح سؤال قوي يكون الأستاذ يلاقيك يتلقى السؤال تاعك بصيغة التجاهل. ليش؟ وش هو السبب؟ يعني لو يعني اهتم بسؤالك قادر تعجزه، يعني لأنه هو مستواه ما لحقش هذاك المستوى، يعني حتى وإن لم يحقق ما لحقش، حتى وإن كان عنده مستوى تجده ليس ديمقراطيا في التحاور، يعني ما يقبلش أي فكر يخالف فكره، ما يقبلش يعني وش ما يعتقدش هو، ما يقبلش يعني وش ما قراش هو. فهمت؟ حتى طريقة الجواب تاعك على الأسئلة في الامتحان يكون جوابك صحيح يعني، ولكن ليس بالقراية اللي قراها لك هو، يعني ليس بالقراية اللي قراها لك هو، يعني وأصبحنا أمة كوبي كولي، أصبحنا أمة نسخ لصق، يعني ما كانش إبداع، ما كانش يعني كما نقولوا خروج على ما درست أنت في القسم ولا مثل ما نسخ لك في مخك. فهمت؟ يعني تأخذ من صدري وبس، لا تأخذ من بطون الكتب، لا تأخذ من بطون، حتى وإن كانت إجابتك صحيحة. أصبح تاريخ يا أخي، تاريخ يجاب بنعم أو لا. يا أخي هذا التاريخ مثل ما قريته أنت أنا قريته أنايا، مثل ما أنت أخذته من صدور الرجال أنا ثاني كاين رجال خذيت منهم تاريخ. فهمت؟ يعني أصبح كلش في الجزائر بنعم أو لا. يعني هذا تاريخ يا أخي، هذا تاريخ. أنت ما تقدرش كما نقولوا تفرض عليا التاريخ اللي قريته أنت، ما تقدرش. أنا لا أؤمن بأشياء تؤمن بها أنت، سبحان الله. نرجع لمعاناة الطالب الجزائري. هل تعتقد أن المعاناة التي يعاني منها الطلبة الجزائرية والمعاناة التي عانيت منها أنت يعني بيداغوجيا، يعني ويجروك منا ومنا من أجل الأخطاء يرتكبونها هما الإهمال في الإدارة، تضييع الملفات، أن هذه المعاناة هي التي خفضت مستوى الجامعة الجزائرية؟ والله يا أخي كريم شوف، في الجامعة الجزائرية يعني والله وكأنك مثل ما يقولوا في ملعب كرة قدم أو ما أدري، والله بالك ملاعب كرة القدم في أوروبا تسير أحسن من الجامعات التي تخرج الأجيال في الجزائر. والله يا أخي أقولها كما يقولوا أقولها ولا منام ولا أخشى في الله لومة لائم. صدقني يا ملهى ليلي يسير في أوروبا أحسن من جامعة جزائرية. والله يا أخي تجد ملفات العمال تاع الملهى الليلي، ملفات الراقصات، ملفات كذا أحسن من جامعة جزائرية. والله الدنيا سايبة يا أخي في الجامعة الجزائرية.
شوف، اولا يدخل الجامعه من هب ودب، السارق، البائع المخدرات، يدخل صح اصحاب الكلاب، اصحاب السيارات اللي يتحرشوا بالبنات. اي جامعه يا اخي هذه من ناحيه الامن ليسوا طلبه يعني، ناهيك عن الاداره. اداره يا اخي مذكره الطالب تعب لاجلها 4 سنوات ربما، ولا هو يوجد في مذكره وكذا وشقى عليها وتعب عليها، تجدها في نهايه السنه مرميه يعني مرميه يحطوها يعني في بلاصه بابي جينيك في اسمه في المرحاض، ولا يرموها في المزبله يا اخي. هذا ابسط مثال يعني، ابسط مثال يعني العلم اخره مزبله في الجزائر. هذا ابسط مثال يعني، مذكره تجد فيها 300 صفحه مرميه يا اخي ليش ما تحطوا مكتبه تحفظوا فيها مذكرات الطلبه؟ هذا ابسط شيء يعني. ما قدرتوش حتى ديروا مكتبه تحفظوا فيها مذكرات الطلبه ورسائل الطلبه. الناس اصبحوا علماء من رساله تخرج، ناهيك عن الاداره، ناهيك عن تكبر الاداريين. اداري يا اخي تجي تتكلم معاه وكانك تتكلم مع بوتفليقه يعني، تطلب منه شيء بسيط يعني. هو خدمته نايض الصباح من 8 تاع الصباح، خرج من بيته باش يخدم هذيك الخدمه. مثلا يخدم في الارشيف ماذا انت واش هي خدمتك في الارشيف؟ خدمتك في الارشيف انك كما نقولوا تضبط الملفات، تكتب ارقام الملفات، تحفظهم في جهاز كمبيوتر او تحفظهم في سجل، او تعين الطلبه على تبحث عن الملفات. هذا عملك، هذا يعني هذا عملك. وين اللي يخدم الخدمة؟ يقول لك هذه ماشي خدمتي. خدمة من؟ عامل النظافة هو اللي يخدم هذه الخدمة. هذا الناس هذو كي يتجرأ يقول لك هذه الكلمة، هو قالها لك بكل بساطة لأنه يدري ما كانش اللي يحاسبه. هو داير في راسه باللي ما كانش اللي يحاسبه. إذا جاء واحد يحاسبه هو ثاني يحاسبه يقول له أنت ثاني ماكش تخدم في خدمتك. هذا هو يعني كما يقولوا بالعامية الجزائرية كومبلو ولا مافيا. واحد حاكم على واحد آتو، كل واحد حاكم على واحد شيء ما يعني تهدر نهدر. مثل ما دارت الجزائر في لونساج، تمد للشباب لونساج باش الشباب الجزائري اذا جاي حاكم الدوله ولا يقول له انت ثانيك سرقت، هاك لونساج وما تردناش باش اذا جيت تحاسبنا ولا كاع سرقنا وكاع دينا وكاع كلينا. هذه هي طريقه المافيا، هذه في الاداره في اي مكان. تجي تدخل الاداره تقول لهم تكلم، تقول صباح الخير واش راك لاباس، من فضلك امير واش كاين، انا ماهيش خدمتي، واش تحتاج منا ديجا. اصلا طريقه تاع معاملتك يعني مباشره يعطيك وجه يعني انت باش ما تتجراش تزيد كاش ما تطلب منه طلب ولا يوقفك مباشره. نرجعوا للقضيه تاعك اخ احمد سقلاب. دركا هما انت سجلتهم في الفيديو، صورتهم، عشت متابعه قضائيا على حسب تتحدث عن ما جاكش استدعاء من المحكمه ولا من هيئه امنيه للتحقيق؟ لحد الآن الحمد لله ما لم يتم استدعائي، ولكن على حسب طريقة العميد الكلية وكذا يعني صراخ وكذا. والله أنا متخوف من المسألة صراحة، لأنه في دولة ظلم ما عندناش عدالة هنا في الجزائر، ما عندناش يعني تعميق في القضية. يعني أنت ربما ينادوك على تصوير فيديو، عمق في القضية، شوف لماذا صورت الفيديو أنا. هذا الإنسان هذا ظلمني كما نقولوا، حرمني من شيء يعني من حقي من حقي كمواطن جزائري ببنود الدستور الجزائري أني يرفع عني الجهل ونقرأ ونتخرج من الجامعة والدولة تكفل كل هذا الأمور هذه. مرة حقي يا أخي، هذا حقي، هذا أمر بسيط، هذا يعني أني ندرس في الجامعة. هم حبوا يحرموك من حقك، سجلت لهم انت فيديو يعني وصلت صوتك للإعلام، يعني فيهم يخافوا من الإعلام أنهم يا اخي انت يا انسان لا يتابع قضايا. انا حاربتك بسلاحك. انت درستني اعلام، درستني صحافه، وانا صحفي. هذه هي الطريقه اللي ننقل بها معاناتي. انا كما نقولوا صحفي صحفي في المستقبل. هذه هي الطريقه، انا ننقل صوتي بالكاميرا والخبر. هذا هو، انت علمتني هذه الطريقه هذه. انت حبيت تخرجني صحفي، وانا بديت بك انت الاول. انت صورت، انت قلت لي انقل الخبر بدون ان تبدي رايك. انت علمتني هكذا في الفنيات التحرير، قلت لي انقل الخبر بدون ما تبدي رايك. انا نقلت الخبر بدون ما ابدي رايي، صورت فيديو بلا ما نتكلم فيه اصلا، صورت برك الفيديو كيفاش انتم حاوزتوني. نقلت الخبر مثل ما هو يعني بدمعه كانت على الخد. سبحان الله كيف يعني طردت يعني بكل رخص، بكل يعني بلا مبالاة، لا لشيء إلا لأني ابن الجنوب الجزائري. وأنا متأكد منها والله العلي العظيم، والله الذي لا إله إلا هو. أنا متأكد وأجزم أني
أني طردت من الجامعة ولم يبالي بي أحد، لأني ابن الجنوب الجزائري، ابن كما نقولوا ابن منطقة لو اهتمت بها الدولة لحلت المشكل اللي في غرداية. ناس تموت، ناس تحرق منازلها، ناس والله ما نسمعك، وكأننا تابعين دولة إسرائيل، وكأننا يعني ينهبون ثرواتنا ويأخذون وعايشين يعني يخرجوا دواراتهم ولبسوا كوستيم جيرزي من أموالنا، يعني من أرضنا يعني، وهم أصلا زايدين في وجدة في المغرب، ما مش أصلا زايدين في الجزائر، فهمت؟ وأخذوا أموالنا وكلوا من ثرواتنا وكذا، وحرمونا من أبسط الأشياء يا أخي، والله يحرمونا من أبسط الأشياء. نعطيك أبسط مثال، ياك اسمح لي حتى وين خرجت عن الموضوع، ولكن نعطيك أبسط مثال. أنا الوالد نتاعي رحمه الله كان مريض يعني باللازم قبل ما يموت، كان مريض باللازم، والله العظيم ما عندنا حتى مستشفى يعني يستقبل الحالة تاعو في دائرتنا، لازم ننقلوه 45 كيلومتر بعيد على الدائرة، وكثير من الناس ماتوا في تلك الطريق، والله ماتوا في تلك الطريق. بلادنا والله تسبح فوق الغاز، بلادنا بالريان غرداية والله اكتشفوا فيها آبار الغاز تسبح فوق الغاز، ما عندناش حتى مستشفى مهيكل يعني فيه وسائل يعني، فهمت؟ والله ما عندنا حتى مستشفى يا أخي، يعني أبسط شيء من باب الإنسانية، ما نقول من باب الثروات والبترول والغاز، من باب الإنسانية، يعني هذا الرئيس وهذا المسؤول من باب الإنسانية يعني يقول هذا الناس هذه عندهم أحداث وكذا وعندهم كذا، على الأقل نحن نديروا لهم مستشفى يعني يستقبل حالات الطارئة أو يستقبل كذا. والله ما عندنا حتى مستشفى يعني كثير من الناس والله ماتوا في الطريق بين غرداية وبلادنا أكبر من قطر. وشوف قطر كيف دايره، وشوف بلادنا كيف دايره، ياك عندنا نفس الثروه، هم عندهم غاز وحنا عندنا غاز، ومع قطر عندهم غاز وحنا عندنا غاز، ولكن يعني ما تقدرش تقارن اصلا كاع، عيب وعار اذا قارنت اصلا. هذه يا اخي سبحان الله، يعني والله احيانا سبحان الله لما تجلس في خلوه مع نفسك تبكي لمعاناه هذه البلاد هذه. انت علاش حسيت بانهم مستهدفين ابناء الجنوب بالتحديد؟ والله شوف، هما مش مستهدفين أبناء الجنوب، هما مهمشين أبناء الجنوب، لأنه هذه البلاد هذه مع الواقف، هذه البلاد هذه البقاء للأقوى وليس للأصلح في هذه البلاد هذه البلاد هذه كما نقولوا يدوم فيها ويوصل فيها الأقوى وليس الأصلح، يعني ما يهمهمش دماغك أنت يا مبدع مفكر عالم اخترع طائرة، ما تهمهمش أصلا، تهمهم يعني عدد السنتيمتر شحال دوارتك خارجه والهندام نتاعك، وتهمهم يعني نفوذك تقدر توصل له ولا ما تقدرش، تقدر تاذيه ولا ما تقدرش، اذا وصلت انك تاذيه يهتم بك، اذا كانت وراك امه يهتم بك ويديك ويشريك، كما شراو كثير من الناس وباعوا القضيه وباعوا الوطن، كثير من الناس، فهمت؟ يعني المعاناة ديالك تتعدى أصلا جامعة. احنا نعطيك بأبسط مثال، والله يا أخي غرفة تجارية في ساحة الشهداء، ولا وزارة الداخلية ولا وزارة الخارجية، كانت عندي تقديم ملف يعني باش ندير مسير تجاري، باش ندفع تأشيرة، باش نروح لإحدى دول الخليج ولا نروح لإحدى دول أوروبا، نشوف حالي يعني، ولا نشوف كاش مستقبل في كاش دولة أخرى. طيب الغرداية والله يا أخي والله نعامل بمكان الازدياد، يعني كيف من غرداية جاتك فكرة أنك تخرج لأوروبا، على الأقل يعني تطور شوية، روح للعاصمة وبعد من العاصمة روح لأوروبا، فهمت؟ يعني نعامل باحتقار يعني، والله العلي العظيم. ومن نشر الجهوية، من نشرها جنرالات وين في الجزائر، وين زايد هو المستقبل تاعك في الجزائر. وأنا سبب طردي من الجامعة وسبب يعني احتقاري هو مكان مولدي يعني، وكأنه قيل لي أنت ابن الجنوب يا أخي، أنتم معروفين يعني بالعوافي، ومعروفين أنكم تبيعوا لاتاي في الأوتوروت وتبيعوا لاتاي في الطريق السيار، يعني معروفين أنكم ناس بدائيين، روح بيع لاتاي ولا بيع الكوكا، ولا خلينا من الجامعة هذه. جامعة جعلت لي أبناء حيدرة، أبناء ديدوش، جعلت لي أبناء يعني الراقيين وأبناء الطبقة يعني، فهمت؟ وانت يعني عادي كما نقولوا ما كانش اللي مهتم بك اصلا كما نقولوا كان جاو ابناء عاصمه وجاو مسؤولين يعني الجنوب الجزائري، شافوا قال لك هذوم قريش ولا كما نقولوا واش من عصر رانا، اصلا ما صدقوش بلي راهم في العصر 2014. ناس مازال ما يعرفوش سيبر كافي، ناس مازال ما يعرفوش باللي ما يعرفش بانه في فيسبوك شبكه انترنت وكذا. من كان سبب تخلف هذا الناس؟
هل بإرادتهم؟ انه يبث ثرواتهم، انه يبث ممتلكاتهم، انه يبث كلو حتى جسدهم، يعني كلو حتى جسدهم. ولو كان يتجرأ يفتح يعني مواد غذائيه ولا يدير كاش كيما نقولوا حركه، تجيه ضرائب مباشره، ولا تجيه الخدمه الوطنيه ارواح. لماذا ما ضاعش ملفي تاع الخدمه الوطنيه؟ علاه ما ضاعش عندي مثلا بروسي مثلا في الطريق، مثلا كيما نقولوا تاع لاسيرونس ولا تاع بيرمي ولا تاع، علاه ما يضيعش البروسي؟ علاه ما يضيعش ملف الخدمه الوطنيه؟ علاه الخدمه الوطنيه استدعوني مرتين والجامعه ما خلاونيش نقرا؟ علاه يضيع ملفي في الجامعه وما يضيعش ملفي في الخدمه الوطنيه؟ يعني مش استحمار للشعوب هذا؟ يعني كي نخدمك ما يضيعش ملفي، وكي تخدمني يضيع ملفي، يضيع ملف السكنه، يضيع ملف الإعانة، يضيع ملف الوسمو، وملف البروسي، وملف الخدمة الوطنية، وملف اللي يخدمه هو ما يضيعش ويشمع ويقعد في الارشيف ويديروا له يهيئوا له كل الوسائل اللي تحفظ ذاك الملف هذا. حاليا الإجراءات اللي راك تتبع فيها باه ترجع للجامعة وباه تتجاوز هذه العقبة وتستمر في الدراسة تاعك، واش راك راح ناوي تعمل ولا واش راك دير حاليا؟ يا أخي والله أنا مستقبلي ضاع مستقبلي وخلاص، يعني مطرود من الجامعة. درك راني نخمم، يعني عندي مكتبة، أنا هوايتي المطالعة، نحب نطالع نحب نقرأ. درك راني متربص بنفسي حتى كما يقولوا يجعل الله جل وعلا لنا مخرج من هذا الضيق اللي رانا فيه، من هذا يعني سلمت بكل بساطة أنهم يضيعوا لك. خلاص يا أخي، أنا شوف أنت جزاك الله خير، ربما كصحفي جزاك الله خير اهتميت بيا يعني وحاولت تنقل معاناتي للناس. أنا يا أخي ما كاش اللي يهتم بيا في الجزائر أصلا، ما كاين اللي يهتم بإذن الله، وإن شاء الله يصفى صوتك ويهتموا بك إن شاء الله ترجع للجامعة بإذن الله. الإنسان لا ييأس من العمل، الواحد يتخذ كل التدابير اللازمة. على كل حال شوف، برك كاين واحد النقطة لازم يعلمها مسؤول ومواطن وأي إنسان على وجه الأرض، يعلم بأننا لنا موقف بين يدي الله، هذه لن يتخلف عنه لا مسلم ولا كافر ولا طاغوت ولا حنين ولا، فهمت؟ لنا موقف بين يدي الله ولا عيش إلا عيش الآخرة، فهمت؟ احنا نرجو بما عند الله جل وعلا، احنا نفوس مؤمنة واحنا مسلمون الحمد لله. علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن المعاملة حتى مع من آذانا، ندعو له الله جل وعلا بالهداية، ندعو الله له جل وعلا بالرشاد بالعقل، بأنه كما يقولوا ينزع الله جل وعلا من الران هذاك الذي على قلبه. حتى أنا والله العلي العظيم شوف لما نشوف هذا المسؤولين ونشوف هذا مخطوصين يعني في السرقة والنهب، ومخطوصين يعني في كما نقولوا إعانة الكافر، إعانة النصراني والأوروبي أنه يزدهر ويبني بلاده وما يعينش ابنه. مثل هذا السعيداني ولا هذا درابكي، هذا رئيس حزب الأفلان، هذا يعني نهب أموال، يعني قريب 3000 مليار دينار جزائري نهبها، حتى الصفر ما تقدرش تكتبوا حتى في الجريدة، يعني انتهوا الأصفار. نهبهم وين داهم لإسبانيا وباريس، بنى بهم فيلات وبنى بهم كذا. يعني على الأقل كي نهبت على الأقل بني بلادك كما يفعلوا آل سعود والخليجيين، كي ينهبوا يسرقوا يبنوا بلادهم، يبنوا ناطحات السحاب ويبنوا كذا، على الأقل تقلص اليد العاملة بهذاك المال اللي سرقته. أنت قلت أن أبناء الجنوب محظورين لأنهم يسكتوا حقهم، يسمحوا بحقهم، قلبهم واسع، ربما لما سوء أكثر منها حاجة إيجابية أنهم يسمح بحقه. يعني أنا مش شايف أنه كاين أساليب أخرى يعني للمطالبة بالحقوق، والله يا أخي ضمان يعني الحقوق. الأساليب الأخرى مقموعة في الجزائر، تقمع في الجزائر، لأنه في الجزائر ما يسمحلكش القانون دير مظاهرات سلمية ضد النظام أو ضد الحكرة، دير مظاهرات سلمية ضد إسرائيل ولا مع غزة ولا مع القدس، معليش يسمحوا لك في كما نقولوا مساحة محددة، يعني يعطوا لك 500 متر، يقول لك هذه يمشيها تضامنا. لا يسمحوا لك أيضا، معليش أحيانا ليش؟ لأنك ضد مثلا إسرائيل ولا ضد كذا، هذه على كل حال، حتى وإن كانت لا تخدمهم لأنهم هم أصلا من أصحاب نتنياهو ومؤيدين نتنياهو، فهمت؟ هذه يعني يسمحوا لك بها كما نقولوا شكليا، اللي كما نقولوا يحسنوا صورتهم للعالم وكذا، لأنه عيب عليهم. لندن إذا كانت لندن تسمح بمظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي، ففي الجزائر بلد مسلم هو أولى من لندن، لكنها في أحداث سابقة لم تسمح. ولكن لو سولت لك نفسك
أنك تخرج في مظاهرات سلمية وتحمل لافتات تقول فيها مثلا كما نقولوا وليلتفت الينا النظام. لا نقول يسقط النظام، لانك لو قلت يسقط النظام ابناء جلدتك كما يقولوا يتيروا عليك، هما الاولين، ولاد كما نقولوا ولاد بلادك وابناء جلدتك، هما يقول لك انت يا فتان وايادي خارجيه وتحرك فيك قطر وتحرك فيك اسرائيل وكذا، كما يقولوا اغاني غناها لهم النظام وحفظهم وبقوا يردوا فيها سنين واعوام. اخي الكريم، الطرق السلمية الدولة لا تسمح بها، والدولة تراها اختراق للقانون، مثل ما سمت قناة النهار رشيد نكاز، قالت يريد بمسيرته هذه السلمية أن يخترق القانون. والله نوجه رسالة لقناة النهار، هل إن كان رشيد نكاز اخترق القانون بشيء يقر به الدستور ويقر به القانون، مظاهرات سلمية في بلاد ديمقراطية، يعني مش بلاد ديكتاتورية ولا بلاد اشتراكية، بلاد ديمقراطية تسمح بالمظاهرات السلمية. إذا كان هذا اختراق القانون، هل رئيسكم السعيد بوتفليقة له مادة في الدستور تقول له أن ينهب إسمنت الجزائر وينهب بترول الجزائر؟ السعيد بوتفليقة أخذ الملايير، هل بمادة في الدستور مثلا؟ هل بمادة في الدستور؟ والله يا أخي الحمد لله أني ما درست الصحافة لكي أصبح أمثال هؤلاء الناس هذه اللي اشتريت أقلامهم واشتريت حتى أفواههم وألسنتهم، اشتريت أعضاء في جسدهم، لا يرون ولا يسمعون إلا بمن دفع أكثر. ممكن تصبح صحفي ولكن صوت حر بإذن الله، بشرط تعود إن شاء الله نتمناه هذا يا أخي الكريم. ولكن ما رسالة يعني توجه للشباب الجزائري، الطالب الجامعي بصفة عامة، لتحسين مستوى الجامعة الجزائرية والمسؤولين، يعني إذا كان فيهم خير يعني؟ والله حتى الرسالة اللي نوجهها للطالب الجامعي يقول بأنك أيادي خارجية وما يسمعش رسالتي، لأنهم حتى كاين طلبة وفيهم خير. والله شوف رسالتي اللي نوجهها، أنت واحد من أولئك الطلبة. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أخي الكريم، أولا برك ننبه على واحد المسألة، بأنه الكلام في النظام والكلام عن الفساد هذا ليس من عقيدة الخوارج، وهذه ليست من عقيدة الخوارج، وعمره ما كان الساكت عن الحق سني ولا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنك تسكت عن الحق وتسكت عن الباطل الذي كما يقولوا يعاني منه الزوالي والمحقور في هذه البلاد. الذي ينصر الحق ويرفع راية الزوالي والمقهور في هذه البلاد ليس بخارجي وليس من عقيدة الخوارج. هذه نصرة للحق، وهذه نصرة للزوالي والمحقور في هذه البلاد أمثالنا. يا أخي احنا أبناء هذا الوطن لنا حق فيه، مثل مسؤولين، مثل أبنائهم الذين يدرسون في الخارج ويأكلون من ثروات هذه البلاد. ما عندناش حق نأكل من ثروات هذه البلاد؟ كيف أنت تسرق 200 مليار ولا ما عنديش أصلا باش نشرب قهوة؟ 2000 ما عنديش باش نشرب قهوة. 200 مليار لو وزعناها على 40 مليون جزائري والله نعيش كلنا في بذخ. رسالتي اللي نوجهها للطلبة الجزائريين وطلبة الجامعات أنه أولا وأخيرا أنه يفرض نفسه في كل الميادين. أفرض نفسك ولا تسكت، لا تسكت، لأنه سكوتك هو اللي يقهر الطالب. لا تسكت يا أخي، افرض نفسك اكتب عارضة، تكلم، راسل الإدارة، راسل المسؤولين، راسل الوزارة على معاناتك. أدري أنه كل طالب جزائري يعاني، ولكن يقول نفسي أنا المهم نمشي حالي وخلاص. أجيال تخرجت من الجامعة وسكتت، أجيال سكتت يا أخي، أجيال سكتت. لو نكونوا يد واحدة ونتكلموا ونغيروا هذا النظام من جذوره، نظام الجامعة، نظام الإدارة، نظام معاملة الطلاب، نظام الأساتذة. كيف أستاذ يحقر طالب جزائري ولا يحقر طالب إفريقي؟ سبحان الله. الطالب الإفريقي موهوب، ماجور دو برومو، واصل كذا. طالب الجزائري اسكت بلع فمك، واش تعرف انت واش تعرف؟ طالب إفريقي جا من موزمبيق ويعرف أحسن من طالب جزائري. يعني ما هذا الاستحمار للشعوب؟ ما هذا استحمار الطلبة؟ طالب فلسطيني يأخذ في مادة اللغة الفرنسية 15/20، وطالب جزائري الذي ولد في بلاد فرانكوفونية، بلاد 50% من شعبها يتكلم اللغة الفرنسية، يأخذ 9/20. هذه والله حدثت لواحد صديقي في جامعة بني مسوس، طالب فلسطيني يأخذ 15/20، طالب جزائري. طالب فلسطيني من وين درس الفرنسية؟ متى عرف اللغة الفرنسية أصلا؟
يعني والله العلي العظيم يا اخي امور تشوفها يعني احتقار للذات الجزائريه، احتقار للذات الجزائريه من طرف مسؤولين جزائريين، من طرف مسؤولين جزائريين. الاوروبي يعرف الاوروبي كذا، الاوروبي يجيبوا يخدم في الصحراء، يجيبوا اعطي له قطع الفلاحه، اعطي له قطع البترول، اعطي له قطع الغاز. والجزائري مهندس دوله يخلص 2 ملايين ونص، ومهندس دوله اسباني ولا انجليزي ولا امريكي يخلص 200 مليون. احتقار لليد العامله الجزائريه، احتقار للطلبه الجزائريين، احتقار. يعني والله يا اخي حسبنا الله ونعم الوكيل وخلاص. يعني لو تكلمت يعني الى غدا صباحا يعني ما نقدرش نقول لك المعاناه يعني. بارك الله فيك اخ احمد السقلاب. ان شاء الله ربي يفرج المعاناه تاعك وتعود طالب جزائري وترجع للجامعه الجزائريه، وان شاء الله تخرج قلم حر يصدع بالحق وليس مثل الاعلاميين الذين لا يصدعون بالحق ويبيعوا اقلامهم. ولا تكون صوت للمظلومين والمقهورين باذن الله. الله يجزاك خير، جزاك الله خير. صحه. بارك الله فيك. وعليكم السلام.